الأسطى ميكي كان شغال ميكانيكي. كان لما يجي من الشغل بشحمه وبتعبه وريحة عرقه يقولك وحشتني نظرة عينيك. كان أمله في الدنيا إنه يجيب البيت اللي يجمعه بيكي. كان ليل نهار شغال عاوز على قد ما يقدر يجمع كتير من المال، يطلع من شغلانة لشغلانة وفي دماغه حاجة واحدة بس، هي يا ترى عليا قلقانة؟ طب حست من صوتي إن نفسيتي تعبانة؟ وتيجي واحدة الساعة واحدة تقولك الحقي ده بيكلم عليكي واحدة، ده أكيد ما بيخافش عليكي. الحق يا اسطى ميكي. تليفونه يرن الساعة 2 بالليل. الو. الو. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبي، انت فين؟ اهو يا دوب يا حبيبتي من التعب لسه مغفل بقالي دقيقتين. انت كنت بتكلم مين الساعه واحدة؟ حبيبتي انت عارفة اني انا في البيت بحاول انام لي ساعتين علشان اعرف اقاوم بكرة الشغلانتين. لا انت كذاب، انت كنت بتكلم واحده صح؟ حبيبتي طب اجيب وقتي منين؟ ما انا يا دوب من 6 الصبح ل3 العصر ومن 3 ل12 بالليل، ويا دوب بلحق انام لي ساعتين. لو في غيرك طب اجيب وقتي منين؟ حبيبتي في حاجة مضايقاكي؟ طب في حاجة مزعلاكي؟ طب بقول لك ايه، تصبح على خير وابقى شوف انت كنت بتكلم مين. سلام. تفكير شغل باله على زعلها وطير النوم من العين. قوم يا ميكي نام الساعتين، ده طار منهم ساعة ودقيقتين. هتعمل ايه بكرة في الشغلانتين؟ ما حسيتيش بتعبه، ما حسيتيش بهمه، ما شفتيش شكله في الشغل وسط زمايله، ما شلتيش معاه همه، ما دقتيش معاه مره. مادام في القصة حصل شك يبقى عمر المربوط ما هيتفك. ما بقاش شايف شغله، ما بقاش حاسس بنفسه، ما بقاش يحط الجنيه اللي كان بيجري عليه. خلاص مفيش شغلانتين، وبدل ما كان بينام ساعتين بقى يقعد في البيت بدل الساعة 24. كان غيور، كان غيور بس معذور، ما كانش يعني أمور، كان راجل مش فرفور، شغال كل يوم زي الطور علشان يبنيلك بدل البيت قصور. كان محتاجك معاه تسنديه وتكوني وياه، بس ما كانش يعرف ان ده طبع فيكي مش سنة حياة. كان تفكيرها بس في نفسها، كانت عاوزاه يبقى تحت أمرها، وصحابه يكلموه غلطتك يا ميكي إنك بتحبها. وجريت وراها وصدقتها، وتخلص قعدتهم ويجري ميكي يروح لها عن حبه ليها
يحكي ويقول لها، وهي برضه مش مصدقة. لصحابها سمعت لكلامهم، وهو صحابه ما فرقتش معاه قعدتهم. يرن عليها ويكلمها ويقول لها إن عمره ما حب غيرها، بس تقول إيه بقى ليها ولضميرها؟ يتنطط واحد قدامها يخطف نظرتها، يلف عليها ويلعب بيها وهي الشغلانة عجبتها. يرن ميكي بالليل مهما يرن تليفونها مشغول، ويفكر تفكير كتير وينتهي بكلمة لا مش معقول. هو طول الليل سهران بالقهوة والدخان، ويمشي في شوارع الليل حيران وقلقان. راحت اللي كانت علشانها العين مش بتنام. سؤال بيردده لنفسه، ليه ما بقيتيش تحبيني زي زمان؟ وهي ضحك وهزار مع اللي بيعرف يمثل الأدوار. وفي يوم قرر ميكي إن يمشي وراها ويشوف آخرتها إيه معاها، لحد ما وصلت للكافيه ولقاه قاعد مستنيها، وشاف فرحتها لما راحت له في نظرة عينيها. دمعته نزلت من عينيه، مش قادر يسيطر عليها. دخل في موجة اكتئاب، رجع البيت وقفل على نفسه الباب، مكسور وحزين. والحزن يابا دايما بيكون غلاب، وبقى بيلوم نفسه وندمان على كل لحظة حبها وكان عليها قلقان.